ما كاش كيفاش ما ندير لكمش طاجين الجبن باش ديروه الرمضان ان شاء الله البلا اللي كامل اللي يحبوه. ودرت لكم زوج طرق كيفاش تقدموه بواحد لاصوص تجي خاتره وكيفاش يجيكم هكذا مرصوات وحاكم روحو ويجي طري في نفس الوقت. وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده لهبات عدنيه. الحاجه الاولى اللي نديروها في طاجين ولا طنجره ندير فيها شويه تاع الزيت، نص مغرف كبيره تاع السمن نحطها فوق النار حتى وين يسخن مليح هذاك الزيت والسمن. نحط المراصم تاع الدجاج ونخليهم يتقلاو مليح حتى وين يتحمروا ويطلقوا كامل هذيك البنه. نضيف عليهم حبه تاع البصل اللي كنت رحيتها مع زوج سنات تاع الثوم الملح والكحل ونحطهم يتقلاو مليح فوق النار حتى وين يدبل لنا هذاك البصل. التوابل درت شويه تاع سكنجبير، شويه توابل الدجاج وشويه تاع الكركم، نقليهم شويه ونجي ندير الزيتون اللي كنت بيدته في الماء مع شويه تاع المعدنوس نخليهم يتقلاو شويه ونجي نمرقهم بالماء سخون نغطي عليهم حتى وين يطيب هذاك الدجاج باش نجي نحيه. في مقله واحده اخرى درت فيها شويه تاع الزيت، حبه تاع بصل اللي كنت قطعتها بهذه الطريقه، شويه تاع الملح ونخليها تقلى مليح حتى وين تدبال. وليت هذاك الدجاج بعد ما طاب نحطوه فيه سنيوه وندخلوه يتحمر مليح في الكوشه. هذاك البصل بعد ما دبل نجي نضيف له كميه تاع الفيونداشي على حسب افراد العائله وندير له شوف الكحل ونخليه يتقلى مليح حتى وين يطيب. نولي لهذاك الزيتون كنت ضفت له هنا كميه تاع الشامبينيون اللي كنت حمرته غير مع شويه زبده وشويه في الكحل، ونرد ليه هذوك المراصم تاع الدجاج اللي كنت حمرتهم ونخليهم يتكتكوا شويه ونطفي عليهم. الفيونداشي بعد ما طاب نجي نحطه في ريسيبيون ونجي ندير له قيس غراف تاع المرقه اللي طيبنا فيها الزيتون. هنا نجيب 4 حبات بيض درتهم على 2 دفعات بهذه الطريقه، وباش يجيكم طري يزيدوا له واحد 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع الكريم. خلطت كلش وكنت ضفت له شويه تاع المعدنوس. نروح نجيب هذا المول اللي درت فيه بابي كويسون ونجي ندير كميه تاع الفيونداشي. وكاين طريقه واحده اخرى كنت حكمت هنا هذا المول تاع اللي كنت دهنته بزبده، درت له شويه تاع البابي كويسون ودرت الكميه تاع الفيونداشي. هذا نطيبو ديريكتومون في الكوشه ونروح نحضروا الطبقات تاع الفرomاج. كي العاده نستخدم الفرomاج تاع تارتينو اوريجينال، ديت 3 حبات تاع كويستو، راح نضيف عليهم 4 كاس تاع لا كريم ليكيد مع حبه تاع البيض ونميكسيهم مليح بالميكسور حتى يولي لي قوام كريمي. ونجي نديرو فوق هذيك الطبقه تاع الفيونداشي بهذه الطريقه. نجي نديرو طبقه تكون مليحه نليسيها وندخلها طيب على 180 درجه. كي تشوفوه بلي شد روحو شعلوا له من الفوق باش يتحمر مليح. هادوك اللي طيبناهم في الكوب كيك شوفوا كشي يخرجوا شابين. كيما قلت لكم ما درت لهمش الفرomاج، هادو ما هما سخونين هكذا كي نحيهم ندير لهم لي سلايز تاع التارتينو، وهادوك لي سلايز راح يتلقوا روحهم على كامل الحبه وياخذوا لا فورم تاعها بهذه الطريقه. هنايا بعد ما طاب هذا البلاطو نخليه يدفى شويه ونجي نقطعوا بهذه الطريقه، نقدموا مع لاصوص بالزيتون والدجاج وتقدموهم مع رشه تاع المعدنوس وبصحتكم.